ما حدك تدخل هذا الفيديو والا غادي تعرف بزاف ديال المعلومات بحال جروبات ديال التسريبات بحال جهاز الغش واش غادي يكون ولا لا، وكيفاش كيدوز الجهوي وشنو التفاصيل ديال الجهوي اللي ما يقدرش يقولهم لك اي واحد من غير شي واحد اللي دوز الجهوي وباقي عاقل على التفاصيل. بحال انا اللي يلاه دوزت الجهوي غير العام اللي فات ان شاء الله مورا يومين دوزو. المهم فهادشي كامل غادي نعطيكم التجربه ديالي والفيديو ما يكونش طويل وغادي نجيكم بالصراحه وجروبات ديال التسريبات وجهاز الغش وشحال من حاجه غادي نعطيكم الخلاصه الاخوان. ولكن قبل ما نبداو الفيديو تنساش خلي معاك واحد لايك وواحد ابوني، فعل الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد من مورا الجهوي ولا حتى قبل الجهوي حيت كاينه بزاف الفيديوهات غادي ينفعوك. المهم بلا ما نبقى نطول عليكم في المقدمه يلاه بينا ندوزو للفيديو. هاد الفيديو غادي تكون فيه شحال من حاجه مهمه، فكيك علاش خصك تكملوا من الاول حتى الاخر باش تاخذ المعلومه كيف ما هي. اصلا الفيديو ما كبير ما طولش بزاف، فخصك تاخذ المعلومه كيف ما هي وصحيحه وتمشي للجهوي مرتاح وما خايف من والو وتعرف شنو غادي يكون في الجهوي وشنو ما غاديش يكون في الجهوي. فمهم ندوزو للفيديو. اولا شي حاجه الاخوان قبل من التسريبات وجهاز الغش نبداو التفاصيل ديال الجهوي وشنو كيكون في الجهوي الاخوان. اولا حاجه نتوما عارفين بلي تجيكم واحد الورقه شنو غادي يكون فيها هذيك الورقه هيثم، غادي يكون فيها الرقم ديالكم، القسم اللي جيتو فيه، الرقم ديال الطاوله اللي جيتو ياك، وديك الساعتي نتوما غادي تشوفوا في اين قسم جيتو ونهار الجهوي هادشي نيشان للقاع. المهم لا بغيتو الطاوله لا بغيتو تعرفوا مثلا الطاوله ديالكم فوق فينا هي وفي اين صف جات كتشوفوا الرقم الاخر. مثلا نتوما المدرسه ديالكم كيكونوا فيها 5 ديال الطاولات، كتحسب حد 5 فاللي جيتي في الطاوله واحد يعني بلي راك جيتي في الطاوله الاولى، جيتي في الطاوله الثانيه يعني جيتي في الطاوله 2. المهم الى اخره من هادشي كتشوف الرقم الاخراني اللي كيكون عندك ومن ثم كتعرف اين طاوله جيتي فيها بالضبط. زايد الاخوان واحد بين قوسين باش بلا ما نبقاو نخلطوا بزاف في الفيديوهات، بالنسبه لك قول لي هايسه برودكسيون كريس ديال الفرنسي. هاد اللقطه هذه مهمه اللي قلت لكم خصكم تكملوا بالفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا هاد النصيحه. واللي بالنسبه للبرودكسيون كريس الاخوان حاولوا ديروا شي منهجيات، كاينه بزاف ديال المنهجيات، حاول تاخذ واحد جوج منهجيات في كل موضوع، منهجيه هكا ومنهجيه هكا، كدير معاك جوج منهجيات كتكون حافظهم كتشي وكتخرج داكشي. جوج منهجيات كافيين نتايا كتعوض بالموضوع وداكشي. خصك يكون عندك شويه ديال لو فيرب شو. المهم الاخوان داكشي راه خصكم تكونوا عارفينه. زايد الاخوان بالنسبه جروبات ديال التسريبات فاش كيقول لي هيثم انا من الجهه ديال تطوان، طنجة، الحسيمه، فاس، مراكش، المهم الاخوان كازا، كتدخل عندي مثلا الانستغرام قول لي هيثم اعطيني جروبات ديال التسريبات. اولا شي حاجه قبل ما تشوفوا هادشي كامل جروبات ديال التسريبات الاخوان الا صور لك الا صور شي امتحان ورسلتي ليه وجاوبك راه ماشي داكشي، ماشي 100% كيكون صحيح وباقي عاقل. العام اللي فات الاخوان شحال من واحد صاحبي ولا شي واحد كنت كنعرفو نقلب جروبات ديال التسريبات وسقط، واخا هو ما حصلوش ولكن سقط، حيت الجروبات ديال التسريبات الاغلبيه فيهم كيكون غلط، الاغلبيه فيهم خصك يقول لك يخلصني ولا شي حاجه، في الاخر داكشي كامل غادي يخرج لك غلط. فمن الاحسن اخويا ولا اختي ما تتبع على جروبات التسريبات لا والو. جروبات ديال التسريبات اكبر كذبه في الامتحان الجهوي ديال الثالثه اعدادي. فكيك علاش جروبات ديال التسريبات اخو منهم راسك راه داكشي النص فيهم غلط وكيكون جاوب صحيح فاش هما بيدو كيخرجوا من الاي اي وداكشي يعني بلا ما تقبضي على هذوك. راه بحال ما كيقول لك راه بغيتي نخرج معاك هذا الامتحان صوروا لي ورسلوا لي نعطيك 200 درهم ولا شي حاجه. جروبات ديال التسريبات النص ديالهم راه غير نصب، يعني هما بيدهم كيخرجوا هذاك الشيء من الاي اي وكيبقاو ياخذوا منك فلوس وشحال من حاجه، اصلا النص فيهم ما بقاش بالمجان كلشي ولا بالفلوس. وعن تجربه الاخ ولا الاخت راه العام اللي فات واحد الصديق ديالي ما نكذبش عليكم الاخوان مشى دخل جروبات ديال التسريبات وكان كيقول بلي راه جاب شي 19 ولا 18، في الاخر دخل لعند الاجتماعيات تقول بلي راه عمرت الورقه، في الاخر لقى راسو جايب 5 في الاجتماعيات. فهكاك علاش حيدوا بالكم من داكشي ديال جروبات التسريبات. دابا ندوز لواحد الموضوع واللي هو اهم من التسريبات واللي هو الجهاز الغش. اولا حاجه هاد الجهاز الغش هذا اللي بنادم مستريسي منه راه ديال بصح كيدير واحد ستريس كبير. مثلا كيجيبوا لك مثلا شي لعبه كيف ما كانت مثلا كيبداو يقلبوك وكيجيبوا لك راسك والكرشك ما يبقاو يقلبوك من رجليك حتى راسك يقلبوك وديك الستريس راه حرفيا راه خايب. سولو غير صحاب ديال اولاباك وصحاب ديال ثانيه باك. مثلا في اولاباك راه بنادم كان حافظ وكان كيجي الخوف
ياك فكك علاش داك الجهاز ديال الاخر راه خايب. ولكن قبل ما نقول لكم الجهاز الغش هذا، هاد الجهاز الغش الاخوان راه الصراحه راه ما غاديش يكون في الجهوي، ولكن قبل ما ديش معاك النقل، ما ديش معاك النقله، فراه الا حصلوها عندك راه يقدر يضربوك بتقرير، ويقدروا ديك الماده يحطوا لك فيها زيرو، واي ماده ديتي فيها زيرو كيعني الرسوب صافي غادي تمشي تسقط. يعني الا شافك شي استاذ عندك تليفون، الا مثلا شاف عندك شي ورقه ولا شي حاجه يقدر يتعامل معك، ولكن الا شاف عندك تليفون ولا شي حاجه فراه وداع. وعلى حسب الاستاذ اللي غادي يطيح فيك، كاين الاستاذ اللي غادي يشوف عندك شي ورقه ولا كتبه في يدك مشيتي غادي يدير لك الورقه، غادي يحط لك زيرو، من تما غادي تمشي للدار تضربها بواحد البكيه وتنعس صافي غادي تعاود العام. فهكاك علاش كنصحك حاول تحفظ ودير المجهود ديالك، وان شاء الله ربي غادي يسهل عليك. المهم ما بغيتش نبقى نطول عليكم الفيديو بزاف، ما تنساش خلي معاك واحد لايك واحد ابوني وفعل الجرس باش تنتفع بالفيديوهات اللي جايين. كان معكم ايتم الاخوان، واحد الفيديو مهم دابا يطلع لكم ولا بد خصك تفرج فيه وتهلاو.